بصوا بقى يا جماعة، الأكلة دي من أحب الأكلات لقلبي بجد. تحفة قوي. طبعا حاجة بسيطة قوي. دي بتنجان طبعا، ومعانا سجق بلدي وبطاطس محمرة. الأكلة دي بجد روعة، وهتأكلك بصراحة. أنا أكلت فيها بطريقة فظيعة يا جماعة، إلا البتنجان المقلي ده كلام تاني خالص. لازم طبعا تجربي الأكلة دي بكل مقاييسها، والله العظيم بجد هتنبهري بيها، هتعجبك جدا يعني. شايفة بقى منظر البطاطس تحفة، هتاكلي عيش كتير قوي. والوصفة سهلة قوي. ده نص كيلو سجق، طماطم، ومعانا بقى هنا هو ده توم وفلفل، وده بقى البتنجان التحفة. ودي الخلطة بتاعته بقى اللي انا عملتها، اللي هي حاجة بسيطة قوي يعني. والبتنجان اهم حاجة يا جماعة بقى، انكم تقطعوه زي ما انتوا شايفين، قطعوه بالطول زي ما انا مقطعوه كده، وحطوه في مية بملح نقعوه فيها. والله والله ما بيشربش اي زيت خالص حقيقي. ويسيبوه شوية ساعة كده ولا حاجة قبل ما تقليه، هتلاقي الدنيا معاكي حلوة قوي. وعايزين بقى نشوف الطريقة بتاعتنا، طبعا اكيد هتبقى سهلة وبسيطة ليكم. ودي بقى الخلطة بتاعت البتنجان، مفيهاش اي حاجة خالص، هما فصين توم وفلفل احمر وشوية ملح وشطة. دقتهم طبعا في الهون، بوفر عليكم الوقت. وايه، بحاول انجز لكم كده يعني، عشان انا عارفة الحاجة اما بتطول عن حدها بتضايق يعني. ونيجي بقى هنا اهوت بنحط شوية زيت معانا، شوية بسيطة كده. حطيت بقى شوية الزيت وعليهم فصين التوم وشوية الفلفل المتقطعين الحلوين دول، وننزل بقى ايه عليهم. نعدل الكاميرا بتاعتنا بس كده عشان ايه تبقوا شايفين الدنيا كلها ماشية معانا ازاي. وطبعا بقى يا حبايب قلبي، ما تنسوناش بقى معاكم في الاشتراك في القناة، تمام؟ السبسكرايب بتاعتكم كده الحلوة دي اللي بتفتح النفس. ونزلت عليهم بقى بحبة الطماطم المتقطعين دول. جربي الوصفة دي ومعلقة الصلصة اللذيذة دي، والله لو جربتي الوصفة دي ما هتاكلي سجق في حياتك بالطعامة دي. جربي اللي انا بعمله بالحرف وهتدعيلي. قلبته بقى تشويحتين كده، وهنزل عليه يلا على طول بالسجق البلدي الحلو ده. يعني نص كيلو ب50 جنيه والله، وهتعملي أكلة حلوة كده في بيتك. ونص كيلو بتنجان مش هتتكلفي حاجة، حاجات عبيطة يعني. وفي نفس الوقت هتعملي أكلة حلوة وحرشة كده للعيال، والدنيا تبقى حلوة معاكي. أنا بقى هعلمك ازاي تبقي ست جميلة كده ومظبطة الدنيا بالبلدي كده زي ما بيقولوا. شوية بقى فلفل اسود كده تنزليهم عليها. وعملنا وجبة كاملة متكاملة. سجق بلدي، وعملنا بتنجان، وبطاطس محمرة، وعملنا غديوة. عملنا ولا ما عملناش؟ عملنا. عايزة اعرف بقى التعليقات بتاعتكم اللي تهمني، كنت انا بقى شاطرة ولا لا. قعدت طبعا بقى اقلب كده يمين وشمال، ونزلت عليهم هوب بكوباية المية دي. سيبيهم بقى ايه يا شيماء يستووا. وروحي بقى خدي البتنجان بتاعك اللي انت نقعده بقاله 3 ساعات يعني في الملح، لما خلاص هينشف وهيبوظ، اشطفيه كده بحبة مية وعلى الزيت السخن يلا وحطيه. واقلبيه على الجنبين. أكلة والله ما هتاخد معاكي وقت، وفي نفس الوقت تحفة وكلها غذاء. لحمة، ودي معاكي هو بتنجان، كلها يعني حاجات مغذية. وتكلفتها مش هتبقى يعني حاجات فارغة يعني، حلوة يعني. اهو بالبلدي كده زي ما بيقول. طلع بقى البتنجان الحلو ده، مش شارب زيت يا جماعة. قعدت اديته ليمون لما هريت قلبه. بصوا كام ليمونة. مشكلة انا في الليمون كل اللي يقابلني اللي بتحط ليمون كتير قوي، بس انا بحبه في الاكل، بيدي مزازة كده للمخللات. خليكي ست واعية، اي مخلل بيديله مزازة هو والخل. ادي ليمون وادي خل على اي بتنجان ولا على اي مخللات يبقى ده. شايفين البتنجانية مش شاربة زيت ازاي؟ شفتوا؟ اعملوا زيي بقى، خليكوا شاطرين. وقلبي كده اختي ببعض ده كله ده وارمي يلا. ادلقي ايه؟ اه، حلوة والله بالنبي عسل. شايفين؟ شايفين منظر البتنجانية؟ شفتي بقى؟ شفتوا انا حلوة ازاي؟ شفتوا؟ حطيت بقى الخلطة الحلوة دي كلها يلا عليهم. يا خرابي، البتنجان ده هياكلك عيش، هيخليكي تتخني 16 كيلو. النبي اللي هيخليكي تبقي بصي كرومبا. يلا بقى اديها البتنجان ده، اعرف ناس بتعشقه. اه والله يا خرابي على جماله. اوعي تحطي كمون عليه.
يا خرابي على منظر، شايفين منظر السجق. ادعمونا بقى بلايك.